المشهد اللي قدامك ده بيجسد المعنى الحرفي لمقولة البيوت أسرار، ولما السر يطلع بتبقى كارثة. الست اللي قدامكو دي شكلها كده والله أعلم مخدوعة. الخيانة بالتأكيد شيء قبيح، بس الست دي باين عليها محروقة قوي، ويا إما بتحبه جدا ومع الأسف وثقت فيه زيادة عن اللزوم، وفي أمور مادية ما بينهم، واضح إنه ضحك عليها من خلال كلامها. بالتأكيد منظر لا يليق. وفي طرق تانية كان المفروض تعملها وتاخد حقها. يا ترى الزوج لما يقول لها ارمي نفسك دي رجولة؟ يا جماعة السوشيال ميديا خربت بيوت وقست قلوب وبقت ترند أهم من الستر، ومع الأسف بتترك أثر سلبي على العيال. بمعنى الناس دي بكرة وبعده عيالهم يكبروا، والسوشيال ميديا بكل أنواعها مع الأسف ما بتوقفش نشر. بكره وبعده تشوفوا الناس دي بتعايركوا بابوكوا وامكوا. كان يجرى ايه لو الزوجه مسكت اعصابها وراحت المحكمه وتاخد حقها بالقانون بدل الفضايح؟ يا ريت تشاركونا الردود، خلينا نشوف الوعي.